عراقي بقول لك ايه. ايه يا فنان، معايا قرشين كده وعايز اشتري ايفون محتار ما بين ال 13 العادي وال 11 برو ماكس. انت ايه رايك، اجيب انهي فيهم؟ بص يا سيدي، تعال اقول لك الفرق بينهم بقى بسرعه. بدايه مع التصميم، شكلا انت اكيد عارف اشكالهم كويس جدا، انما الخامات فالاثنين ممتازين جدا، والاثنين خاماتهم فخمه جدا. انما شاشاتهم كمواصفات فهم ممتازين جدا وزي بعض بالظبط، بس الحجم اكيد لصالح ال 11 برو ماكس. انما لو جينا للاداء فهو بلا نقاش محسوم لل 13. بس استنى ما تحزقش، ده مش معناه خالص ان ال 11 برو ماكس اداؤه وحش، بالعكس ده ممتاز جدا. بس طبعا ال 13 بيجي بشريحه ال A15 بايونيك، على النقيض ال 11 بيجي بال A13 بايونيك، وده فرق سنتين، فلازم يكون ال 13 احسن. وبالنسبه للتحديثات كمان، فال 11 برو ماكس اخره السنه دي او السنه الجايه بالكتير، انما ال 13 لسه ليه سنتين تحديثات. نيجي بقى للكاميرات، ايوه دي اهم حاجه. اخرس بتكلم، اسف يا فنان. اداء الكاميرات برضو محسوم لل 13، سواء بقى صور او فيديوهات. بس ال 11 برو ماكس يكسب في حاجه واحده، وهي البورتريه، وده طبيعي لوجود عدسه البورتريه، بس لازال برضو ال 13 بيطلع بورتريه كويس في عدم وجود العدسه دي. طبعا اكيد مش زي ال 11 برو ماكس، بس برضو شغال. بس في الاخر بعيدا عن البورتريه، ال 13 يكسب في كل حاجه، سنسورات افضل ومعالجه افضل. وفي الاخر البطاريات، برضو البطاريات افضل لصالح ال 13 العادي، وده لاسباب وجيهه. اولا ان الموبايل احدث فمعالج اوفر في الطاقه، وثانيا ال 13 ينفع تشتري جديد انما ال 11 برو ماكس لا. وثالثا لو قارنت الاثنين مستعملين هتلاقي ال 13 بحالات احسن، لانه ما استخدمش نفس الفتره اللي استخدمها ال 11 برو ماكس، فرق سنتين مش شويه. وبس يا سيدي، دي اهم الفروقات ما بين الاثنين. قشطه عليك، خد هنا راح فين. ما تنساش اللايك والفولو.